بصراحه كنت مستني طعمها يبقى احسن من كده بكتير. هنا بيستخدموا موتزاريلا طبيعي بكواليتي عاليه جدا، نقل البيتزا في حته تانية. بريموس بيتزا فتح في اسكندريه من فتره وكل الناس جت صورته الفتره الاخيره. بس في نفس الشارع مكان فاتح من زمان اسمه بيتزا روما. فلو انت في شارع مسجد حاتم ونفسك في بيتزا، تجيب من بيتزا روما ولا بريموس بيتزا؟ وخصوصا ان الاتنين يعتبر نفس السعر، فيا ترى نجيب من مين فيهم؟ يلا بينا نقارن ونشوف. وبكده نكون طلبنا البيتزا من روما ب 245 جنيه وهنستلمها في خلال تلت ساعه ونص ساعه بالكتير. يلا بينا على اللي بعده. وكده طلبنا من بريموس بيتزا واحده بيتزا لارج ب 250 جنيه، بس في ديسكاونت 10% النهارده فخدناها ب 225 تجهز في خلال تلت ساعه. بعد ما استلمنا الاوردر من الاثنين جينا ميدان سموحه بعد التجديد عشان نصور فيه، فيلا بينا. نبدا الاول بالسوبر سوبريم من بريموس بيتزا. بصراحه كنت مستني طعمها يبقى احسن من كده بكتير، بس مش هقدر احكم غير لما اجرب بيتزا روما. لكن اكتر حاجه مضايقاني نوع الزيتون اللي مستخدمينه. نجرب بقى بيتزا روما. هنا بيستخدموا موتزاريلا طبيعي بكواليتي عاليه جدا، نقل البيتزا في حته